قطمة ورا قطمة بجد مش هتقدري تقاومي طعمه من جماله وحلاوته. بسكويت هش وخفيف ولذيذ. هنعمل النهاردة بسكويتة حلوة قوي بالكراميل والمكسرات، ومزينينها من فوق الوش بالنوتيلا. بسكويتة جميلة بجد وهتعجب اي حد يدوقها. تعالي نشوف الطريقة والمقادير وكمان طريقة التزيين. نسمي الله وندخل على المقادير على طول. معايا هنا كوباية سكر بودر 200 جرام، كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ 200 جرام، 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، ومعلقتين كبار نشا، ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر. الزبدة هنا طرية بدرجة حرارة المطبخ، مش سايحة ولا أي حاجة ولا مسخناها ولا حاجة، مطلعاها بس من فترة مع كوباية السكر، ونفضل نقلب لغاية لما لونها تفتح. مش بس السكر يدوب، لا، لما درجتها تفتح شوية. بعد كده هننزل بالاتنين بيضة، ونقطة فانيليا أو رشة فانيليا، معلقتين كبار نشا، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، معالق صغيرة مش هرمية، نص كيلو دقيق هنبدأ ننخله فوق المكونات. آخر كوباية دقيق بتنزلي بيها شوية بشوية. بنلم العجينة مش بنعجنها. المقادير كلها مظبوطة، بس برضو اخر كوباية دي انزلي بيها شوية بشوية. جمعنا العجينة، عجينة طرية وناعمة، بتعملي كورة كده بتلاقيها مش بتشقق ولا حاجة. العجينة ناجحة ومظبوطة. هنحطها في التلاجة لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة هنفردها بين كيسين بسمك متوسط، لا هي رفيعة ولا هي تخينة، وبأي قطاعة متوفرة عندنا، أو حتى لو مفيش قطاعة يبقى بالكوباية. زي ما انتوا شايفين السمك مش رفيعة خالص ولا تخينة، وعلى صاج مش مدهون حاجة، بس نسيب مسافة بين البسكويتة والتانية. بعد ما بخلص العجينة اللي بتطلع معايا بجمعها تاني بين ايدي، ما بعجنهاش، يدوب كده بفضل اجمع فيها، وبرجع تاني افردها واشتغل فيها. بعد ما بخلص الكمية كلها بدخلها على فرن ساخن، بتقعد 12 دقيقة، وبرضو على حسب نوع الفرن. اول لما بتطلع بتكون لازقة شوية في الصاج، بسيبها لما تبرد تماما. كوباية سكر علشان نعمل الكراميل على نار متوسطة. أول لما يبدأ يلون كده مع التقليب المستمر لغاية لما السكر يدوب تماما، ما يبقاش فيه أي سكر خشن. بنزل بمعلقة كبيرة زبدة، كوباية مية عادية من الحنفية، وبستنى بقى السكر يفك تاني ويرجع يغلي. بكون محضرة كوباية لبن مدوبة فيها معلقتين كبار نشا، معالق هرمية. بفضل اقلب لما يتقل، بعد كده بفضيه في حاجة واغطي سطحه علشان ما يعملش وش. معايا شوية سوداني يكون متحمص، يعني لو بارد عندك خديه في المقلاية كده تسخينة مع شوية زبيب. ودي طريقة التزيين. بحط كده البسكويت، بحط عليها كراميل، وبعد كده بغطسها في المكسرات. سوداني بقى، مكسرات اللي عندك اشتغلي بيه. وكمان لو مش متوفر مكسرات هتشوفي دلوقتي طريقة تزيين تانية. هناخد كده البسكوتين ونلزقهم بالكراميل بالشكل ده كده. الاتنين طعمهم احلى من بعض. معايا هنا معلقتين نوتيلا سخنتهم في الميكروويف او على حمام مائي. ببدأ زي من فوق الوش كده على شكل خطوط. كمان ممكن نستعمل بدل النوتيلا شوكولاتة دارك بالحليب، او نسيبه كده. في جميع الاحوال هو طعمه حلو جدا. بستنى برضو النوتيلا تمسك شوية عليه، وبقدمه بالشكل ده. طعمه حلو جدا بجد بجد، قطمة ورا قطمة، محدش هيقدر يقاومه من جماله وطعامته. طبعا تماسك جدا زي ما انتوا شايفين، ومن جوه زي ما انتوا شايفين هش، وكمان لونه فاتح. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. الف هنا.